بسم الله الرحمن الرحيم. الزلف الأول فيما يخص الإنجازات qui dépasse 85% للميزانية 2018 لا توجد إلا في الخيال، حينما نرى معظم المشاريع مجمدة. وعلى سبيل المثال لو CHU de بجاية، لو CAC Centre Anti-Cancer de بجاية، وأغلبية مشاريع التنمية والاقتصادية، وهذا في معظم الولايات. بقيت دار لقمان على حالها. الأموال أنهبت في بعض المشاريع من طرف العصابة التي كانت تحكم avec leurs complices au niveau des ولايات. المثال إنجاز المحطة البحرية لبجاية، أنجز سيفوبلي خليونا نهضروا. مثال إنجاز المحطة البحرية لبجاية أنجزت ب 700 مليار على عاتق مؤسسة الميناء لبجاية. والدراسة الأولية تقول لا تفوت 230 مليار. ولعلمكم المكتب لو بيرو ديتود أنهب وحده أكثر من 70 مليار بتواطؤ مع الجهة المسؤولة التي قرر إعطاء المشروع لهذا المكتب. En plus, c'est un projet qui a été réalisé sans papier. ما عندوش الوثائق. وزيادة على هذا تم ترقية هذا المسؤول إلى أعلى منصب pour le récompenser، وهو الآن مسؤول على الموانئ الجزائرية. هل هذه هي الجزائر الجديدة التي تتحدثون عنها؟ ترقية أعضاء العصابة المحلية إلى أعلى درجة رغم أن العدالة في بجاية على علم بهذا الفساد لم تتحرك بمتابعة العصابة، طبعا بتواطؤ مع العصابة المسيرة لشؤون البلاد. نطالب إجراء ردعية ضد هذه العصابات qui ne sont même pas inquiétés، ونستنى ونشوفوا دليل إذ كانت فعلا رغبة محاربة الفساد حتى في الولايات أم juste une guerre des clans. أما فيما يخص دويلة الإمارات التي تجرأت بتهديد بلاد الشهداء الذي خلف هيجان الشعب الجزائري ومتطلباته بقطع كل العلاقات مع هذه الدويلة التي فتحت لها العصابة كل ما أرادت نبدأ بالموانئ التي أصبحت تحت سيطرتها. ومن هذا المنبر أطلب إطلاق سراح رئيس الباخرة السيد جعودي الذي تم سجنه من أجل تنديد بهذه الصفقة المشبوهة. وللعلم أموال منهوبة موجودة في بنوك دبي، زيادة على إهداء لهم شركات مثل شركة التبغ التي تمت خصخصتها لهذه الدويلة رغم أن شركة التبغ كانت في أريحية مالية ولها أرباح طائلة. وكل هذا لرد الجميل للتسهيلات الممنوحة لتبييض الأموال المسروقة من طرف العصابة. ونطالب الحكومة بالنظر والتحقيق في الصفقات المشبوهة وفسخها، وهذا هو مطلب الشعب الجزائري وبينه في الحراك حينما تجرأت هذه الدويلة في إطلاق ذبابها وعملائها الموجودين داخل الوطن لمحاولة تقسيم الشعب الجزائري. والحمد لله تم الشعب البطل عرقلة حسابات الشيطانية لهذه الدويلة. Normalement, l'État algérien doit couper les relations avec cet État. وفي الأخير تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا.